في البداية خلينا ناخد شق مهم جدا جدا، وهو ازاي اصلا الاتاكر ده بيبدأ يمشي على ستيبس معينة عشان يوصل للايم بتاعه. في البداية اي عملية اتاك او عملية اختراق بتاخد شوية خطوات ثابتة. طيب ازاي شوية خطوات ثابتة وانا كنت بكلمكم امبارح او طول الوقت لما باجي اتكلم في الفيديوز ببدأ ان انا اقول لكم ان الحاجة دي طرقها مختلفة جدا، واللعب كله بيكون على المينتاليتي بتاعت الشخص، وان الشخص هو اللي بيفرق اذا كان هيقدر ان هو يوصل لفاليو كويسة من الحاجة دي ولا لا. خليني بكل بساطة اقول لك ان احنا عندنا حاجة اسمها ميثودولوجي، بمعنى ان احنا عندنا مجموعة من الخطوات. الخطوات دي ممكن نسميها outlines أنا بمشي عليها، لكن جوه كل خطوة من دول أنا أقدر يعني أغير في الأسلوب بتاعي وأغير في الطريقة اللي أنا بعمل بيها الخطوة دي، لكن كخطوة هي خطوة ثابتة وأساسية لازم إن أنا أعملها. تمام، وهبدأ أديكم مثال على حياتكم الشخصية كمان شوية ليها علاقة بالموضوع ده عشان تقدر تربط الموضوع بشكل كويس جدا. في البداية خلينا نتكلم عن الخطوات دي، هما 5 خطوات ثابتين. طيب، في النقطة دي أنا هقول لك على حاجة عشان ما تشتتكش. أحيانا حد هيقول لك 7 خطوات، أحيانا حد هيقول لك 12، 13، 15. كل لما تلاقي عدد الخطوات بتكبر اعرف إن هو عمل حاجة واحدة بس، هو ما غيرلكش الميثودولوجي. لكن هو ممكن يجي على جزئية الجيننج اكسس ويقسمها لك لتلات أربع خطوات، لكن الأساس بتاعهم إن هما كلهم خطوة واحدة اسمها جيننج اكسس، وهكذا على باقي الخطوات. نبدأ بأول خطوة عندنا الأتاكر بيعملها، وهو الانفورميشن جاذرينج أو بنقول عليها الريكونسنس. طيب ليه بيتقال عليها انفورميشن جاذرينج أو ريكونسنس؟ لأن دي الخطوة أو الستيب اللي بيبدأ فيها الأتاكر يجمع كل الداتا اللي موجودة عن الشركة أو الشخص أو المنظمة اللي هو حابب يعمل عليها الأتاك ده. عشان كده دايما نقول ان الشخص اللي بيخش تراك زي تراكات السايبر سيكيورتي تلاقيه دايما حريص ومحافظ قوي على الانفورميشن بتاعته، محافظ جدا على الداتا بتاعته، ما بيشيرش اي بيانات شخصية عنه بشكل كبير. تلاقي البيانات البابليك اللي موجودة عنه بيانات اي حد يقدر يوصل لها، لكن البيانات الشخصية قوي او الحاجات اللي في حياته عمره ما يعمل لها شيرنج، لان هو فاهم كويس جدا ان حاجة زي دي ممكن حد يستغلها ضده في يوم من الايام. جميل. طيب يبقى اول مرحله هي مرحله الانفورميشن جاذرينج، انا بجمع فيها كل معلومه تخص الشخص ده، من اول مثلا العيله اللي هو ينتمي ليها، اساميهم، اعمارهم، سنه هو وعمره، مولود فين، ساكن فين. كل الكلام ده مهم جدا. لو عنده حيوان اليف، ايه هو نوع الحيوان الاليف ده، اسمه. طيب هي ليه المعلومات دي مهمه؟ مش هدخلك قوي في جزئية الورد ليست او الجنريتنج وورد ليست، ان انت تقدر تعمل قائمة كده اهو فيها كل الباسوردز المحتملة اللي ممكن يكون الشخص ده بيستخدمها. دي نقطة مش هدخلك في تفاصيلها قوي، لكن بإذن الله لما تبدأ تتعلم هتعرف هي ازاي بتتعمل بالتفصيل. لكن خليني اقولك ان المعلومات دي انا اقدر اتوقع بيها حاجات كتير جدا ليها علاقة بالشخص ده. تمام. اتوقع بيها باسوردز معينه، اتوقع بيها مواعيد معينه بيستخدم فيها الجهاز بتاعه، اتوقع حاجات كتير قوي كلها بتكون ديبند على الانفورميشن اللي انا عاملها. على سبيل المثال عرفت ان الشخص ده ديفلوبر وشغال ريموتلي من البيت، لكن بيكون ليه مواعيد شغل محددها له الشركه، على سبيل المثال من الساعه 9 الصبح للساعه 3 العصر. ففي الحالة دي أنا عندي معلومة مهمة قوي، إن هو قاعد على اللابتوب بتاعه في الفترة الزمنية ما بين 9 و3، أو حتى لو مش قاعد على اللابتوب بتاعه فهو فاتحه عشان ما ينفعش يكون أوفلاين بالنسبة للشركة اللي هو شغال فيها ريموتلي. فمعلومات زي دي بتكون مهمة جدا جدا ليك كأتاكر، وقدام شوية بإذن الله لما تبدأ تخش في العمليات دي بشكل عملي هتبدأ تفهم قد إيه المعلومات دي بتفيدنا في الستبس اللي جاية. عشان كده هي أول وأهم ستيب بالنسبة لي هي الانفورميشن جاذرينج أو الريكونسنس. وهتلاقيني كاتب لك تحتها كومنت بسيط كده إن أنت بتكولكت الداتا حوالين التارجت بتاعك. تمام؟ طيب نيجي للمرحلة التانية، مرحلة السكاننج. أنا دلوقتي معايا انفورميشنز كتيرة جدا عن التارجت ده،
محتاج ان انا ابدا اعمل لها سكان، وابدا اطلع منها الاستنتاجات اللي انا عايزها، وابدا اطلع منها الحاجات اللي هتهمني او هتفيدني في الشغل اللي انا بعمله، وابدا ان انا اسكان النتورك اللي هو شغال بيها، ابدا ان انا اسكان المنطقه اللي هو فيها. لو التارجت ده عباره عن شركه، ابدا اسكان المكان بتاع الشركه والموقع ده والمداخل والمخارج بتاعته، الفيزيكال والديجيتال الاتنين. تمام، لان احنا قلنا ان دايما مش هنربط ان السايبر سيكيورتي هو عباره عن حاجه ديجيتال وبس. لا، انا هشوف المداخل والمخارج الفيزيكال، وهشوف المداخل والمخارج الديجيتال اللي انا اقدر اتواصل معاهم بيها. هبدأ ان انا اعمل سكان للموظفين اللي ليهم اكسس ان هم يبعتوا ميلز او يستلموا الميلز من العملاء. هبدأ اعمل سكان لكل تفصيلة موجودة جوه الشركة عشان ابقى عارف كل المداخل والمخارج اللي انا هتعامل مع الشركة دي من خلالها. تمام. فجزئية السكاننج هي لا تقل أهمية عن الانفورميشن جاذرينج، بالعكس تقريبا المهمتين دول أو الخطوتين دول هما أساس أي أتاك ناجح. اي اتاك ناجح هتلاقي ان هو عمل حاجه من الاتنين، يا اما جمع انفورميشن كويس جدا، يا اما عمل اسكان كويس جدا، وغالبا الاتنين بيكونوا مع بعض، يعني الاتنين مرتبطين ببعض بنسبه كبيره. فلو هو عمل انفورميشن جاذرينج كويس هيعرف يعمل اسكان كويس، فبالتالي الخطوات اللي باقيه دي كلها هتكون سهله قوي بالنسبه له. طيب بعد كده نيجي لمرحله الجيننج اكسس. في مرحلة الجيننج اكسس انا خلاص جمعت كل المعلومات وعملت سكان لكل المداخل والمخارج، ومعايا المعلومات اللي استغل بيها المداخل والمخارج دي. فهنا انا يعتبر شقيت نص الطريق. فاضل ان انا ابدا اخش جوه الشركة دي، وهي دي المرحلة اللي بسميها جيننج اكسس. انا ديبند على السكان اللي انا عملته والاوبريتنج سيستم اللي انا اكتشفته ان هما بيستخدموه، والنتورك اللي بيستخدموها، والفيرجنز بتاعت البروتوكول والكلام الجميل ده كله. ببدأ ان انا اشوف الفولنربيليتيز اللي موجودة جواهم عشان ابدأ استغلها. المرحلة اللي انا بعمل فيها اكسبلويتيشن. ففي المرحلة دي أنا ببدأ إن أنا أجين أكسس، وهو إن أنا آخد وصول على الشركة دي، أو إن أنا أبدأ يكون ليا صلاحيات جوه الشركة من غير ما يكون مسموح لي طبعا بالكلام ده. لكن هنا هيقابلني مشكلة، على اعتبار إن في الوقت اللي أنا كنت شغال عليه ده اكتشفت مدخل وقدرت إن أنا أخش منه. وارد جدا التيم بتاع السكيورتي الخاص بالشركة يبدأ إن هو يقفل المداخل والمخارج دي. فهنا أنا لازم أعمل لنفسي مدخل خاص بيا في اي وقت اقدر ان انا اخش بيه. المدخل ده مش شرط يكون باك دور زي ما هو منتشر، او ماشي هو باك دور، بس الباك دور ده ليه انواع كتير جدا. انا ممكن احط عنده مثلا فايل معين يكون اوتو ران، كل ما يجي يشغل البي سي يعمل ران لوحده، ويفتح لي بورت معين اقدر ان انا اخش من خلاله. ممكن يكون عبارة عن يوزر انا كريته اس اس اتش على الشبكة. طب يعني ايه يوزر اس اس اتش؟ هقول لك دي جزئية تكنيكال جوه شوية، مش عايزك يعني تشغل تفكيرك دلوقتي بيها، انا بديك امثلة من اللي ممكن يحصل. ممكن يكون عبارة عن يوزر نيم وباسورد على اللابتوب. ما انت لما تيجي تفتح اي لابتوب ممكن تفتح باليوزر اللي بيظهر لك في الاول، او تختار another users وتبدأ تسجل بيوزر تاني. ده اوبشن موجود في اي ويندوز ديفايس موجود. فهنا ابقى عارف ان انا ممكن اكريت يوزر اخش منه بعد كده، ممكن ان انا اديله فايل يخليني اخش عنده كل شويه بسهوله، وهي دي المينتيننج اكسس، وهي ان انا اثبت الوصول اللي انا عملته. مش في الجيننج اكسس قلت لك ان انت بتاخد وصول للشركه؟ طب الوصول اللي انا عملته ده او الاكسس اللي انا عملته ده محتاج ان انا اثبته، او محتاج ان انا اخليه ستيبل. في اي وقت انا حابب اخش ما عديش بقى على الخطوات اللي فاتت دي كلها، لا خلاص انا هبقى بخش على المرحله الرابعه دي دايركت. طيب خلاص انا كده خلصت المراحل الاساسيه اللي انا عايزها وكل شيء تمام. فاضل ان انا اعمل خطوه واحده مهمه جدا جدا جدا، وهي دي اللي تفرق ما بين اتاكر شاطر واتاكر لسه بيبدأ حياته، وهي الكفرنج تراكس. ازاي ان انت تمسح كل الفينجر برينتس بتاعتك اللي على الشبكه. بالمناسبة احنا عندنا مصطلح كده اسمه الفوت برينتنج، وهي ان كل شخص بيخش شبكة بيكون ليه اثار اقدام على الشبكة دي. على سبيل المثال الحرامي لما بيخش يسرق شقة معينة، لما بيجوا بيعملوا ايه؟ بيرفعوا البصمات.
هي نفس الفكرة بالظبط. انت كجهاز لما بتخش في شبكة معينة او لما بتخش على جهاز معين بيكون ليك بصمات. فالحرامي لما يحب يسرق من غير ما يتعرف بيلبس جلافز، صح كده؟ نفس الفكرة بالنسبة لنا، بنلبس برضو جلافز، لكن خلينا نقول ان الجلافز بتاعتنا مختلفة شوية عشان تحمينا من البصمات بتاعتنا على النتورك. يبقى بكل بساطة دي 5 خطوات أي أتاكر شاطر لازم يعملها بخطواتها وبترتيبها بشكل صح 100%. أول حاجة يجمع داتا عنك بشكل كبير، عشان كده أول حاجة لازم أنصحك بيها إن أنت ما تعملش شير لكل حاجة عنك، لا، خلي دايما خصوصياتك خاصة بيك أنت وبس. طيب تاني حاجة يعمل اسكان بشكل كويس جدا، ودي ليها طرق حماية كتيرة، من ضمنها ان انت دايما تراقب مين بيحتك بالمداخل والمخارج بتاعتك سواء فيزيكالي او ديجيتالي، عشان تكون مراقب الحاجة دي بشكل كويس. يعني على سبيل المثال تعالى نعتبر ان انا بعت حد يراقبك، في احتمالية من الاتنين، يا اما انت بتبقى ماشي في الشارع مش مركز مع اي حاجة ومش مركز مع اللي حواليك والشخص ده هيعرف يراقبك بكل سهولة ومن غير ما يعمل اي مجهود، او تكون شخص دايما بيركز مين ماشي ورايا، مين فضل ماشي معايا كذا شارع. طب هو ماشي معايا كذا شارع عادي صدفة ولا هو فعلا بيمشي على الخطوات اللي انا بمشيها بالظبط؟ طب انا لما وقفت في المكان الفلاني اشتريت حاجة هو دخل نفس المكان عمل بيشتري زيي، ولا لا عادي كمل طريقه وانا رجعت امشي معاه في نفس الشارع كصدفة؟ كل دي حاجات لازم تكون واخد بالك منها. انا هنا بديلك امثله على حياتك الشخصيه، عشان انا لو اديتك امثله على الحاجات دي بتتعمل ازاي تكنيكال غالبا هيكون المصطلحات بالنسبه لك صعبه ورخمه، وده طبيعي جدا لان انت لسه بادئ طريقك في ان انت تتعلم ايه هو السايبر سيكيورتي. طيب نيجي بعد كده على الكفرنج تراكس، ان انت بعد كده سوري بنيجي على مرحله الجيننج اكسس، وهي ان الشخص ده يبدأ بعد ما راقبك وبعد ما جمع عنك معلومات، خلاص عرف انت ساكن فين في الدور الكام، انهي باب عندكم مثلا بايظ او انهي شباك عندكم ازاز معلهوش حديد، عرف مثلا ان انت دور ارضي وفي جنبكم جنب الشباك ده مثلا شوية مواسير يقدر ان هو يطلع عليهم، فبدأ ان هو يطلع ويخش من جوه عشان يقدر يخش الشقة بتاعتك بكل بساطة من الشباك. دي مرحلة الجيننج اكسس. طب المينتيننج اكسس، المينتيننج اكسس دي الحرامي كان شاطر شوية، كان واخد معاه مثلا حتة عجينة، وبعد ما دخل قام جاي مدور على المفتاح بتاعك اللي انت سايبه جوه الشقة، واخد نسخة من المفتاح ده معاه، وبعد كده عمل بيها مفتاح. فهنا هو كل مرة هيجي مش هيضطر ان هو ينط من على الحديد، لان في احتمالية ان انت قدام تركب اصلا حديد على الشباك ده، فهو دلوقتي بقى معاه نسخة مفاتيح يقدر يخش من باب العمارة ويخش عندك بكل سهولة في اي مرة هو عايز يدخلها. تمام. اخر حاجة covering tracks، وهو ان في كل مرة يخش شقتك سواء اول مرة او تاني او تالت مرة يخش بجلوفز، او حتى لو حصل اي مشكلة ولمس حاجة بايده يكون مهتم جدا جدا ان هو ينظفها من كل البصمات اللي عليها عشان ما يحصلوش اي مشاكل فيما بعد. دي بكل بساطة 5 steps بيعدي عليها اي اتاكر، ودي ال 5 steps اللي احنا بنخلي بالنا منها في السايبر سيكيورتي. في حد اتكلم؟ طيب جميل. طيب هنرجع لجزئية النتورك والكلام اللذيذ ده كله، بس خليني اكلمك عن التوبيك الاساسي اللي انا عايزك تكون عارفه. How to secure yourself، ازاي ان انت تعمل securing لنفسك بغض النظر عن ان انت سايبر سيكيورتي ولا لا. انا قلت لك في البداية خالص من اول يوم قعدنا فيه مع بعض، السايبر سيكيورتي مش بس للناس اللي عايزة تنزل تشتغل بيه، السايبر سيكيورتي لكل شخص حابب ان هو يحمي نفسه، لكل شخص خايف على بياناته، لكل شخص بيستخدم الانترنت في العالم. اي حد بمجرد استخدامه لحاجه ديجيتال، مش هقول لك بس انترنت، استخدامه لحاجه ديجيتال تجبره ان هو يكون فاهم على الاقل بيزكس السايبر سيكيورتي، فاهم ايه هو السايبر سيكيورتي واساليبهم عشان يقدر ان هو يحمي نفسه من الحاجات دي. طيب خلينا نتكلم في البدايه. اول حاجه لازم تكون عارفها هي البيزكس بتاعه السايبر هايجين. بمعنى، انا المصطلحات التقيله دي يا باشمهندس مش فاهمها، خلينا نبسط الدنيا مع بعض. لما اجي اعمل باسورد،
لازم اراعي شوية حاجات. جزء منهم هيكون خاص بالديفلوبرز بقى والنتورك انجينيرز، وده انا مش هخليك تركز فيه قوي دلوقتي. والجزء التاني خاص بان انت شخص يوزر عادي داخل تعمل اكونت تستخدمه. قالك ان انت لازم تحافظ على شوية حاجات من اللي جايين دول. اول حاجة، ان انت ما تستخدمش في الباسورد بتاعتك معلومات شخصية. انا عارف ان انت مهما حاولت كعقل بشري تعمل ده مش هتعرف. هتقولي لا، ده انا ممكن امسك الكيبورد كده واكتب تك 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 واعمل باسورد ملوش دعوة بيا. هقولك بنسبة 95% الباسورد ده هيكون ديبند على شوية معلومات ليك. تمام؟ طيب، تاني حاجة، الباسورد بتاعي لازم يكون معمول هجين كده هو ما بين الحروف الابر كيس واللور كيس. لازم ادخل فيه سبيشال كاركترز. ايه السبيشال كاركترز دي؟ اللي هي الرموز اللي موجودة عندك زي الات والدولار ساين والبرسنتج والاند والستار والبراكتس بكل انواعها. كل دي حاجات لازم تدخلها في الباسورد بتاعك، وتدخلها بشكل راندوم شوية جوه الباسورد. تمام؟ طيب، دي الجزئيه الخاصه بيا كيوزر. هكمل عليها كمان جزئيه خاصه بالديفلوبرز او النتورك انجينيرز، بعد كده هرجع اقول لك على حل المشاكل دي كلها. طيب، ايه تاني حاجه؟ ان انا الباسورد ده بعد ما اعمله لما اجي اخزنه كديفلوبر بقى او كنتورك انجينير، لازم اعمل له تخزين وهو انكريبتد. لان في ناس لحد الان بتنسى تعمل انكريبت للداتا اللي بتخزنها. لا، انت لازم تعمل انكريبت لكل داتا انت بتخزنها لنفسك. طيب، بعد ما اعمل لها انكريبشن، ابدا ان انا اخلي الكي بتاعي معمول له هاشنج بطريقه قويه جدا. استخدم نوع من انواع الهاشنج القويه بحيث ان ما يتعملوش كراك بسهوله. الخطوات دي لازم تتبعها في كل مره بتعمل فيها باسورد لنفسك، في كل مره بتعمل فيها اكاونت لنفسك، في كل مره بتحط فيها بيانات تخصك مهمه. لازم اعمل الثلاث خطوات دول او الثلاثه ستيبس دول. طب باشمهندس، انت قلت لي من شويه انا مهما حاولت ومهما عملت مش هقدر اعمل باسورد ملوش علاقه ببياناتي. وانت من شويه كنت بتشرح لنا فوق، انا كنت مركز وعارف ان لو حد جمع انفورميشن جاذرنج كويسه عندي هيقدر ان هو يطلع باسورد ليست فيها باسورد اللي انا عامله، لان هو فيه المعلومات بتاعتي. تمام؟ انا قلت لك المعلومه دي فوق ورجعنا اهو تاني دلوقتي نلمح لها. طب انا اعمل ايه؟ دلوقتي بقى موجود عندنا حاجه اسمها الباسورد مانجر او الباسورد جنريشن. لو انت مش عايز تستخدم باسورد مانجر كامل ممكن تستخدم الباسورد جنريتور. طيب، ايه الفرق ما بين باسورد مانجر والباسورد جنريتور؟ الباسورد جنريتور هي شويه لايبريز بيبقى ناس رفعوها على ويب سايتس، او حتى ممكن تلاقيها موجوده عندك في البراوزر، بيقترح لك باسورد قوي لما تيجي تعمل اكونت. ممكن ان انت تستخدمه عادي. طيب، ايه بقى الباسورد مانجر ده؟ هو بيكون ابلكيشن. الابلكيشن ده بيعمل لك جنريت لاي باسورد انت هتستخدمه في اي اكونت في الدنيا، وبيكون عامل لك سيف للباسورد دي، وبيكون عامل لها حماية قوية جدا جدا. عارف ان معظم الابلكيشنز دي بتكون مدفوعة، لكن اوعى تروح تستخدم ابلكيشن من دول كراك. انت كده بترمي بنفسك لاسفل التهلكة. اوعى اوعى تروح تستخدم باسورد مانجر كراك. انت كده ما عملتش اي حاجه، لا ده بالعكس، انت تعمل لنفسك باسورد باسمك واسم كل اصحابك احسن ما تعمل الحته بتاعت الكراك دي. لان انت مش ضامن اللي عمل الكراك ده قادر ان هو يشوف الداتا بتاعتك ولا لا. تمام؟ فتخلي بالك كويس جدا من البوينت دي. طيب، الباسورد مانجر وظيفته ان هو يعمل لك باسوردز معقده جدا وقويه جدا بحيث ان صعب قوي ان حد يعمل لها كراكنج او حد يتوقعها. مفيش حد يقدر يخش يعمل بروت فورس على اكونت من الاكونتس بتاعتك ويجيب الباسورد ده. ففكره الباسورد مانجر مهمه جدا، وبيعمل لك سيف للباسوردز بتاعتك تقدر ترجع لها في اي وقت لما تحب ترجع للباسورد. او الاختيار التاني الباسورد جنريتور، وهو برضو بيجنريت ليك باسورد قوي تقدر ان انت تستخدمه بكل سهوله. وخلينا نقول ان احسن طريقه تحافظ بيها على البيانات بتاعتك ان انت شخصيا ما تكونش عارفها. مفيش حد معصوم من ان هو يتعمل له هاكينج.
مهما كنت شخص فاهم قوي، مهما كنت شخص حذر جدا، مهما كنت شخص قوي قوي في التراك ده، انت معرض في اي لحظة ان انت يتعمل لك هاك. ودي من المسلمات اللي هتلاقيها عند اي شخص فاهم سايبر سيكيورتي. عشان كده دايما هتلاقي في فرق كبير قوي ما بين حد نفسه يبقى فاهم سايبر سيكيورتي او نفسه يبين للناس انه فاهم سايبر سيكيورتي، وفرق ما بين حد فعلا فاهم يعني ايه سايبر سيكيورتي. الشخص اللي بيحاول يبين طول الوقت ويشو اب نفسه، تلاقيه يقول لك انا عمر ما حد يقدر يخترقني، انا عندي اقوى سيستم حماية في الدنيا، انا عندي معرفش ايه، انا بعمل كذا، انا محدش يقدر ياخد عليا هاك، انا محدش كذا. تلاقيه دايما بيشو اب نفسه في الحتة دي، رغم ان هو لو فعلا فاهم عمره ما يقدر يقول الجملة دي. تمام. فدايما تخلي بالك على الباسوردز بتاعتك والبيانات بتاعتك ان هي ما تكونش بابليك. طيب دي كده كلها اول بوينت بس. طيب تاني بوينت، انا دلوقتي عملت باسوردات كويسه واستخدمت باسورد مانجر وما بقتش بشير الداتا بتاعتي في كل حته والكلام الجميل ده كله. ماذا بعد؟ السوشيال انجينيرنج اويرنس، بمعنى ان انت تكون عارف وواعي للطرق اللي بيستخدمها الهاكر في السوشيال انجينيرنج. ايه هي السوشيال انجينيرنج؟ كلمتكم عنها السيشن اللي فاتت، وهي الطريقه اللي بقنع بيها الشخص اللي قدامي انه يعمل حاجه معينه. طيب هقول لكم على حاجه. في ناس بدون ذكر اسماء، ما ينفعش اذكر اسمائهم في الحته دي، لكن هتلاقي ان انت عدى عليك على الاقل فيديو واحد ليهم في يوم من الايام. هما مجموعه شباب لذيذه عامله جروب على، او مش جروب، بيج على الفيسبوك، بينزلوا فيها كونتنت. الكونتنت ده محتواه ايه؟ ان حد بيروح يقول لهم انا حصل معايا المشكله الفلانيه وفي حد بيستغلني، فيروحوا يتكلموا معاه ويقعدوا يتكلموا معاه. على فكرة ممكن يتكلم معاه بالأيام وبالشهور، الفيديو اللي انت بتشوفه في 3 4 دقايق ده ممكن يكون قاعد فيه أيام وأسابيع وشهور، عادي جدا. بيبدأ إن هو يتكلم مع الشخص ده ويلعب عليه بأساليب نفسية كتيرة جدا، لحد ما يقنعه إن هو يعمل له الحاجة اللي هو عايزها. بعد كده خلاص هو اخد منه سواء بقى الفلوس اللي هو عايز ياخدها، اخد منه الايميل بتاعه بان هو اقنعه يخش على لينك معين يسجل عشان يكسب فلوس او يعمل كذا او يعمل كذا. واعتقد ان انتوا شفتوا الفيديوز دي. الفيديوز دي على فكرة مش فيك. وعايز اقول لك ان انت لو دورت كده في وسط اصحابك، مش شرط حد يكون واقع تحت البيج دي، لكن هيكون واقع لحد ممكن يكون غرضه مش كويس. يعني انا بكلمك على ناس بتعمل الحاجة دي بنية ان هي بترجع حقوق للناس. طبعا انا ما بشجعش حد على حاجة زي دي خالص. مهما كان عندك نوليدج كويسة، سيب الحاجة لصحابها. بمعنى انت لما تشوف حد واقع في مشكلة او حد عنده مشكلة، مش الصح ان انت تروح تتدخل في الموضوع ده بايدك. الصح ان انت توجهه لان هو ازاي يعمل بلاغ. دلوقتي البلاغات الالكترونية بقت مهمة جدا، وبقى لازم نوعي الناس بشكل كبير جدا عنها. تمام. طيب يبقى السوشيال انجينيرنج ان انت ازاي تقنع الشخص اللي قدامك، ازاي تكلمه بطريقه معينه تخليه ياخد ستيبس معينه، ازاي تبعت له ميل، الميل ده يبان مثلا ان هو جاي له من الشركه الرسميه بتاعه البلاتفورم اللي انت عايز تعمل هاك على الاكونت بتاعها، ازاي تبعت له اس ام اس مثلا بشكل بروفيشنال قوي تحسسه ان الحاجه دي انا المفروض ان انا اشارك فيها دلوقتي. ازاي لو انت دخلت تكلم حد، وخلي بالك دي بتحصل، ان انت بعد ما تعمل هاك لواحد بيحاول ان هو يتارجت الناس اللي حواليه. يعني على سبيل المثال انا قدامي حد اسمه عبد الرحمن، فعبد الرحمن ده انا خلاص عملت عليه هاك. عبد الرحمن ليه شوية من اصحابه، انا ممكن ابدا اخش اكلم اصحابه على الاساس ان انا عبد الرحمن، وابدا اخد منهم هم كمان معلومات، او اخد منهم هم كمان فلوس، او اخد منهم هم كمان اكونتس خاصة بيهم، او داتا سنسيتيف قوي. طيب حاجة زي دي اعملها ازاي؟ ان انا لما اخش اكلمه لازم اكون دارس كويس قوي عبد الرحمن ده كان بيتكلم مع اصحابه ازاي، وبيتكلم مع صاحبه ده ازاي، وصاحبه التاني بيكلمه ازاي، لان انت مش بتكلم كل الناس بنفس الشكل. فكل دي حاجات لازم تكون واعي ليها كويس جدا. انا دلوقتي يمكن من اكبر النصايح اللي لازم ننصحها لبعض، ان انت اي حد من اصحابك يطلب منك فلوس بشكل ديجيتال، لازم تتواصل معاه بشكل دايركت منك انت ليه على طول، وتتأكد ان هو فعلا محتاج الفلوس دي، وان هو فعلا هو اللي طالبها منك، لان الموضوع ده منتشر. وحاجة كمان، فكرة ان دلوقتي بقى منتشر كتير قوي فكرة السبام كولز. حد يخش يكلمك يقول لك والله انا تبع محفظه الكترونيه في كذا كذا كذا،
او انا تبع البنك الفلاني، او انا تبع كذا، او انا تبع كذا، ويبدأ ان هو ياخد منك شوية ديتيلز ومعلومات. عارف ان كتير منكم ممكن يكون عارف الحاجات دي وبياخد باله منها، لكن في اكتر بكتير ما يعرفوش الكلام ده او ما بيبقوش مركزين مع الحاجات دي. بيقول لك هو انا مين هيهكرني انا؟ اعتقد ان انت في يوم من الايام قلت نفس الجملة دي. هو اللي هيهكرني هيستفيد ايه؟ او اللي هيعمل لي هاك ده هصعب عليه. تمام. اوعى تستهين بفكرة ان حد يقدر يوصل للداتا بتاعتك حتى لو داتا بسيطة جدا. ممكن ما يعملكش انت اذى مباشر، لكن يعمل اذى لحد تاني تبعك. فلازم تكون مهتم قوي بالجزئية دي، ولازم تكون فاهم كويس قوي يعني ايه سوشيال انجينيرنج والطرق بتاعتهم عشان تقدر تحمي نفسك. ودي بإذن الله بإذن الله هحاول إن أنا أتكلم برضو عنها بالتفصيل الفترة اللي جاية، وأنزل لكم فيديوز عنها. ممكن حتى نبدأ إن إحنا نعمل الحاجات دي بشكل عملي كتجريبي كده، نخش نبدأ نستخدم السوشيال انجينيرنج دي على ناس حقيقية، ونبدأ نشوف الريزلت بتاعتها سوا. طبعا من غير ما نأذي أي حد، ولا من غير إن إحنا نعمل ببلش لأي داتا خاصة بيهم، لكن هيكون الموضوع بس كتجربة، لأن الموضوع ده قد إيه افكتيف أوي. تمام. ووظيفتك مش ان انت بس تشوف الحاجة دي وتبقى واعي ليها بشكل شخصي، لا، انت حاول دايما تنصح اللي حواليك، حاول دايما ان انت تكون بتوصل المعلومة دي للناس اللي حواليك، لان فعلا الموضوع ما بقاش سهل ولا بسيط زي الاول. طيب، بعد كده نيجي للديفايسز والنتوركس بتاعتك. انت لازم تفهم كويس قوي ازاي تعمل سكيورنج للديفايس اللي انت بتستخدمه. مش هقول لك نزل انتي فيروسز والكلام ده، لان انا ليا وجهات نظر مختلفة شوية عن الناس في الجزئية دي، ممكن ابدا اكلمكم عنها باذن الله. لكن خلينا نقول ان انت ادرس الديفايس بتاعك ده ايه الحاجات اللي انت ممكن تحميه من خلالها. ابسط الاشياء ان انا مش اي حد يديني يو اس بي استخدمها. ابسط الاشياء ان في ناس بتلاقي فلاشات في الشارع، ما ينفعش ان انت تروح تاخد الفلاشه دي تجربها تقول انا اشوفها لو شغاله يبقى الحمد لله وما اعرفش ايه. ماشي، انا ما عنديش مشكله ان انت لما تلاقي فلاشه تاخدها عايز تجربها، ولو لقيتها شغاله تبدا ان انت تستخدمها، او لو عرفت توصل لصاحبها وترجعها له طبعا ده احسن بكتير. ساعات ممكن يكون سايب داتا خاصه بيه على الفلاشه، لو فيها حاجات مهمه بالنسبه له هتلاقيه حاطط فايل مثلا فيه رقم للتواصل ليه او صوره او كذا او كذا. كل دي ستيبس انت هتاخدها في الاول. لكن الاهم من كل ده انا ازاي بقى اجرب الفلاشه دي، وازاي اشوف الداتا اللي على الفلاشه. ما هو الطريقه التقليديه ان انا اروح امسك اللابتوب بتاعي اوصل الفلاشه، دي خطر جدا، خطر جدا جدا جدا. لكن في طرق تانية باذن الله تبدا تتعلمها تعرف بيها ازاي تعمل حاجه زي دي. دي ابسط الحاجات. او ان انت مثلا تكون عامل باسورد كويس جدا للاوبريتنج سيستم الخاص بيك، ان انت تكون قافل الفايلز المهمه اللي ليك. لو ليك اي سنسيتيف كونتنت على اللابتوب ما ينفعش تسيبه على اللابتوب كده دايركت، اعمل له ابلود على درايف. ومن احسن الدرايفز اللي ممكن تستخدمها الفتره دي بتاع تيرا بوكس. في ابلكيشن اسمه تيرا بوكس بيديلك تيرا كامله تقدر ان انت تخزن عليها البيانات بتاعتك. فده انا شايف ان هي مساحه كفايه جدا ان انت تحط على الاقل الحاجات السنسيتيف قوي بتاعتك، وتمسحها من على الجهاز. طول ما هي على الكلاود طول ما هي أأمن بكتير من الجهاز بتاعك. تمام. طيب النتورك بتاعتك لازم تحمي النتورك بتاعتك كويس جدا. حتة النتورك دي طبعا هي مش خاصة باليوزر العادي قوي، او ممكن في جزء منها اللي هو خاص بالنتورك بتاعت البيت، ده لليوزر العادي. لكن لو هنتكلم عن النتورك بشكل عام، انت لازم تكون مأمن قوي المداخل والمخارج بتاعت النتورك بتاعتك، تكون قافل كل البورتس اللي ملهاش استخدامات، عشان مش اي حد يجي يستخدم بورت من دول ويخش معاك على الشبكة. تكون عامل فلتريشن كويس جدا للناس اللي ليها اكسس على الشبكة بتاعتك. مين ليه اكسس ان هو يعمل كل حاجة جوه؟ يعني بمعنى ايه الجملة الأخيرة دي؟ يعني ايه ليه اكسس يعمل كل حاجة على الشبكة جوه؟ بمعنى في جزء مثلا او مجموعة من الاشخاص معايا على الشبكة، دول مهمتهم ان هم يكلموا العملاء بتوعي مثلا او كذا او كذا، فدول ليهم اكسس على الانترنت، افتح لهم البروتوكولز اللي تديلهم اكسس على الانترنت. طيب الناس التانية اللي ملهاش اكسس على حاجة زي دي ما اديلهمش اكسس للانترنت. طيب مجموعة شغالين او تيم شغال عندي، مثلا لو انا شركة برودكشن مثلا، فمجموعة من الشباب عندي شغالين على ان هم يعملوا فيلم، شغالين على نفس الفوتج، فيكون ليهم اكسس على الداتا بتاعت الفيلم ده بس، مش اكسس على الشركة كلها.
وكمان اكسس على الداتا دي بس وباسورد، يعني لازم اديلهم باسورد معين عشان يقدروا يخشوا ياكسسوا على الداتا. تمام. كل دي حاجات مهمة قوي وحاجات لازم تخلي بالك منها كويس جدا جدا جدا، عشان هي دي اللي هتفرق في ان انت تكون سكيور وان الناس اللي قاعدة معاك تكون كلها سكيور. تاني حاجة، الاونلاين اكونتس بتاعتك. اي اكونت ليك اونلاين لازم تحميه بشكل كبير جدا. والحماية هنا مش بس فكرة ان انت تعمل له باسورد قوي وخلاص، لا، في ستيبس تانية كتير قوي دلوقتي لازم تعملها. زي ايه؟ تو فاكتور اوثنتيكيشن. دلوقتي بقى في بعض البلاتفورمز بتبيع لك حاجة اسمها الاوبن كي، اللي هو انت لازم توصل مثلا يو اس بي فلاش معين، او لازم تستخدم ان اف سي كارد معينة عشان تقدر ان انت تاكسس على الاكونت بتاعك. دي يمكن اشهر الشركات اللي عاملة الموضوع ده طبعا شركة جوجل. هتلاقي دايما الكرييتورز او صناع المحتوى اللي عندهم القنوات بتاعتهم بتاعت اليوتيوب مهمة قوي ليهم، معاهم فلاش يو اس بي. هي دي الفلاشة اللي تقدر تخليه يخش على الاكونت. حتى لو معاه اليوزر نيم والباسورد والتو فاكتور اوثنتيكيشن، لازم يكون حاطط اليو اس بي دي في اللابتوب بتاعه. تمام. انا ما بقولكش ان الحاجات دي مستحيلة الاختراق، لا بالعكس، عادي ممكن يتعمل لها هاكينج. مفيش حاجة في الدنيا ما يتعمل لهاش هاكينج، لكن انت دايما بتحاول تصعب الامر على الشخص اللي قدامك، او تحاول تخليه قليل جدا جدا على قدر المستطاع. تمام. يبقى تركز قوي ان الباسورد بتاعتك تكون قوية، وزي ما اتفقنا الاحسن ان احنا نستخدم باسورد جنريتور او باسورد مانجر. طيب، ايه تاني حاجة؟ ان انا ما ينفعش استخدم نفس الباسورد مرتين. ما ينفعش اطلاقا تستخدم نفس الباسورد بتاعك مرتين. الباسورد اللي هتستخدمه على الفيسبوك خلاص ده انتهى، ما ينفعش تستخدمه تاني. تعمل واحد تاني للانستجرام، تعمل واحد تالت للتيك توك، تعمل واحد رابع لليوتيوب، تعمل واحد خامس لكذا. اي بلاتفورم انت هتعمل عليها اكونت يكون ليها باسورد مختلف عن التاني. تمام. طيب، اخر حاجة، فكرة ان انت تحمي الداتا بتاعتك زي ما اتفقنا. ازاي ترفع الداتا بتاعتك دايما على درايف يكون اونلاين. ازاي ان انت ما تخشش على اي ويب سايت وخلاص. ازاي مش اي حد يبعت لك اي يو ار ال في البرايفت تخش عليه حتى لو كان صاحبك. بجد حتى لو كان صاحبك ما ينفعش تخش على اليو ار ال ده. يعني هقول لك على حاجه من ضمن الضرايب اللي هتدفعها في التراك ده. هو موقف حصل معايا حقيقي اليومين دول. كنت منزل اللايف بتاع البوت كامب على الستوري، فواحد صاحبي داخل يهزر معايا يقول لي ربنا يكون في عون اللي بيثق في اللينكات اللي بتنزلها دي. عادي، هو على سبيل الهزار، لكن دي حقيقة. انت لازم فعلا اي حد بتتعامل مع لينكات هو حاططها ان انت تراجع اللينك ده هو كويس ولا لا. طب هل اللينك ده شكله غريب ولا لا. طيب، هعتبر ان انت لسه يوزر عادي وما اتعلمتش ازاي تعمل تشيك للحاجات دي. هقول لك على موقع او ويب سايت لذيذ تقدر ان انت تتشيك بيه الحاجات دي. خليني اوريه لك دلوقتي، لحظة واحدة. Boop. الشير سكرين شغال على السلايدز بس. طيب، عندنا ويب سايت اسمه نورتون سيف ويب. ده ايه وظيفته؟ وظيفته ان انت تقدر تخش عليه Boop. وتديله يو ار ال معين. على سبيل المثال خلينا ناخد اليو ار ال ده وسيرش. هو بيبدأ يسكان اليو ار ال ده. هل اليو ار ال ده بيوديني على مسارات مختلفة في الأول وبيعمل لي ريدايركت؟ الموضوع ده هنفهمه بالتفصيل قدام شوية لما تبدأ تدرس الويب بنتريشن. طيب، هل الدايركشنز اللي بيوديني عليها دي بتاعت اي بي ايز معروفة واخدة السيرتيفيكيتس مثلا بتاعت الاس اس ال؟ طيب، هل الريدايركتس اللي بيعملها دي خاصة بلايبريز او حتى فريم وركس هو بيستخدمها؟ طيب، لو ولا حاجة من دول، هو الريدايركشنز اللي انا عملتها دي استخدمت عندي مثلا بورتس محددة او طلبت مني اكسس على حاجة في الديفايس بتاعي او كذا او كذا او كذا. كل دي بيبدأ ان هو يعمل لها اسكان عشان يقدر يحدد لك هل اليو ار ال ده فعلا سيف ان انت تخش له ولا لا.
طبعا لو اليو ار ال ده مش سيف هيبدا يديلك اليرت عن ان الحاجه دي مش سيف. خلي بالك ان هو بيديلك 4 حاجات. الحاجه الاولى ان هي سيف، الحاجه التانية ان هو شاكك هل هي سيف ولا لا، الحاجه التالتة ان هو بيقول لك هو مش عارف يحدد لك هي سيف ولا لا، وفي الحاله دي انا بعتبرها دينجر. تمام. والاحتمال الاخير خالص ان هو يقول لك بكل صراحه الويب سايت ده دينجر، ما ينفعش ان انت تاخد اكسس عليه، واوعى تفتح اليو ار ال ده، لازم تسمع كلامه وتخرج. طيب، في بدايل تانية. عايز اقول لك ان في حاجات احسن من كده كمان. لو انت دورت بمجرد شويه سيرش بسيطه جدا هتلاقي ان في ويب سايتس بتعمل لك ايه بقى، بتدي لك ويندو جوه الويب سايت بتاعهم، تبدأ ان انت تفتح بيه اليو ار ال اللي انت عايزه وتستخدمه وتعمل كل حاجة، بحيث ان انت لو فعلا في اي ضرر من اليو ار ال ده، او لو في اي مثلا مالويرز جواه، او حتى بيحاول ياخد اكسس على الداتا بتاعتك، فهو الويندو دي اصلا مش من جهازك انت، بالعكس هي من جهاز فيرتشوال مرفوع اونلاين وانت بس بتستخدمه في البراوزنج. فكل دي حاجات لازم تاخد بالك كويس قوي منها، لازم تكون مركز فيها عشان هتفيدك كويس قوي بان انت تسكيور يور سيلف. بكده احب اقول لك ان الحمد لله ممكن نكون اتكلمنا عن البيزكس بتاعت ان انت ازاي تحمي نفسك. طبعا الموضوع كل ما كان عندك نوليدج اكتر كل ما قدرت ان انت تحمي نفسك بشكل اكبر، وباذن الله هي دي النقطة اللي احنا هنبدأ نركز عليها طول الفترات الجاية، ازاي ان انت تتعلم صح، ازاي ان انت تسكيور يور سيلف. وانا باذن الله هحاول على قد ما اقدر انزل لكم كمية كبيرة من الفيديوز بحيث ان انت تقدر تاخد اكبر قدر من الاستفادة في الفترة اللي جاية. تمام. طيب، لحد هنا انا ممكن اكتفي ان احنا نطلع بريك، لان الجزء اللي جاي هو توبيك مختلف عن التوبيك اللي احنا اتكلمنا فيه، فنفصل ما بين التوبيك والتوبيك عشان الناس ما تتوهش مننا. فانا ممكن اقعد اسمع دلوقتي الاسئلة بتاعتكم، وبعد الاسئلة باذن الله نطلع بريك سوا. وات از هاشنج؟ ماشي، هنتكلم عن الهاشنج بالتفصيل ونقول ايه هو الهاشنج، ما عنديش مشكلة. هل كفاية ان الموقع يبقى محمي بال HTTPS؟ لا خالص، خلينا نقول ايه هو اصلا ال HTTPS. هو عبارة عن ان الموقع ده واخد حاجة اسمها SSL Certificate، تمام، وحاططها عنده على السيرفر. للأسف المفروض ان السيرتيفيكيت دي بتتشيك شوية حاجات مهمة قوي كده، لكن حاليا انت تقدر تروح تهوست اي ويب سايت وتشتري شهادة ال SSL دي وتطبقها عندك على الدومين وتكون شغالة بدون أي مشاكل، رغم إن أنت الدومين ده ممكن تكون حاطط جواه شوية مثلا ويب بيجز بتعمل لك حاجات ما ينفعش إن أنت تعملها مع اليوزر. فكل الحاجات دي لازم تخلي بالك منها، مش بس ال SSL هي اللي كفاية. طبعا هي إشارة بدائية شوية إن أنت تشوف هل الويب سايت ده بيستخدم سيشن برايفت ما بيني وما بينه ولا لأ. ال HTTPS في الحقيقة مش بتحميك من الويب سايت، هي بتحميك من السيرت ويل. بمعنى أنا والويب سايت ما بيننا شوية كوميونيكيشن رايحة جاية، فالويب سايت بيبعت لي داتا وأنا ببعت للويب سايت داتا. ال SSL قصدي او ال HTTPS هي بتحمي ان شخص ثالث يجي يقعد في النص يشوف الداتا اللي جايه لي والداتا اللي رايحه من عندي، لكن مش بتحميك من الويب سايت ذات نفسه زي ما الناس كتير قوي فاهمه. عشان كده دايما كان يقول لك ما تحطش البيمنت ميثودز بتاعتك جوه اي ويب سايت الا لو هو HTTPS. ليه؟ عشان ما حدش خارجي يشوف الداتا بتاعتك دي. لكن في الحقيقة ممكن يكون الويب سايت HTTPS وبياخد منك البيمنت ميثود ويخزنها عنده ويستخدمها لصالحه. فركز كويس قوي ما بين ان ال HTTPS بتحميك من شخص خارجي وما بين ان هي تحميك من الويب سايت ذات نفسه. طيب، خلينا نتكلم عن الهاشنج ببساطة، سيمبلي قوي، عشان انا مش عايز اخش في ديتيلز دلوقتي عشان الناس ما تتلخبطش. خلينا نقول ان ايه هو الانكريبشن عشان اقدر افهمك ايه هو الهاشنج. الانكريبشن ده على سبيل المثال ان انا بجيب لك الارقام او الحروف واقول لك ان الارقام والحروف دي احنا هنبدلها بارقام وحروف تانية.
تمام اتفقنا، تمام اتفقنا. طيب لما نيجي نبدلها بارقام وحروف تانية، انا محتاج ان انا ارجع عملية معاكسة عشان اشوف الداتا لما احب اشوفها. ففي الحالة دي انا لازم احولهم بمعادلة ثابتة، والمعادلة الثابتة دي بيكون ليها كي معين، هو ده اللي بنغيره في كل مرة عشان نتأكد ان مفيش حد يقدر يفك التشفير بتاعنا بكل بساطة. طيب الكي ده بقى ممكن ناس تتوقعه وتفك تشفير الداتا بتاعتي. فهنا الانكريبشن ليه نقطة ضعف معينة. انا برضو الهاشنج ليه نقطة ضعف، بس انا بحاول اوضح لك الفرق ما بين الاتنين دلوقتي في البوينت دي. الهاشنج بقى مش كده، الهاشنج ده انا باخد الكلام منك، بدخله على الجوريزم معين ومعادلات معينة، بتطلع لي الناحية التانية هاش. الهاش ده مستحيل اقدر ارجعه تاني لاصله. ايه ده ازاي؟ يعني انت صاحب التكست اللي كتبته لو عملت له هاشنج ما تقدرش ترجعه من الهاش ده للتكست الاوريجينال تاني. طيب ازاي بيقدر مثلا المواقع ان انا لما ادخل كونتنت معين، او على سبيل المثال الباسورد بتاعك في جوجل او الباسورد بتاعك في فيسبوك، ازاي بيتاكد بقى ان الباسورد ده هو الباسورد اللي معمول له هاش؟ هو مش بيرجع الباسورد اللي معمول له هاش لاصله ويقارن ما بينهم، هو بيعمل العكس. بياخد منك الباسورد الجديد اللي انت لسه كاتبه ده، ويعتبر ان انت اكنك مثلا بتعمل باسورد، فياخده ويعمل له هاشنج. فالريزلت بتاعت الهاش دي لازم تكون ايكوال لريزلت الهاش القديمه. فعلى سبيل المثال انا دخلت مصطفى فطلعت لي بالهاشنج، على سبيل المثال طبعا ده مش حقيقي خالص، 6678. جميل. فلما اجي ادخل له مصطفى تاني مره، اهي دخلت له مصطفى تاني مره، هيقوم جاي عامل ايه؟ رايح لمصطفى دي عامل لها هاشنج، فتطلع لي 6678. فبعد كده ياخد الريزلت الار 1 ويقارنها بالار 2. لو لقى ان الاتنين ايكوال هيقوم جاي مديني اوكي لان انا اخش على الاكونت بتاعي. دي كده بكل بساطه فكره الهاشنج، وايه الفرق ما بين الهاشنج والانكريبشن. طبعا الهاشنج ممكن نعمل له كراكنج، والهاشنج برضو بنقدر ان احنا نوصل للداتا اللي جواه بشكل ما او باخر، لكن طبعا الموضوع اصعب بشويه من الانكريبشن. هل امان اننا ندخل بعض المواقع باستخدام الجوجل اكونتس؟ دي اخطر حاجه ممكن حد يعملها في حياته. اخطر شيء ممكن تعمله في حياتك ان انتوا تعملوا شير في الويب سايتس بالجوجل اكونت. طيب ليه؟ لان انت في لحظه ممكن ما تكونش واخد بالك وجوجل اكونت ده يسينك مع الايمجز بتاعتك. ممكن وانت مش واخد بالك جوجل اكونت ده يسينك مع الكونتاكتس اللي عندك على الجهاز. ممكن وانت مش واخد بالك يبدأ ياخد هيستوري للماب بتاعتك. انت متخيل لو حد معاه الجوجل اكونت بتاعك هو يقدر يوصل لايه عندك؟ هو يقدر يوصل لحاجات انت شخصيا ممكن تبقى ناسيها. فالجوجل اكونت لو انت شاري بيه منصة معينة او بلاتفورم معينة، اوعى تعمل شير مع اصحابك بالجوجل اكونت ده نهائي. الموضوع طبعا خطر جدا وما ينفعش ان انت تعمله. هل في خطر كبير في تنزيل كراك اند فيروس؟ طيب هقول لك على حاجة. خليني احكي لك كده على موقف حصل معايا انا زمان، وفي الحقيقة هو موقف مضحك جدا. انا عايز اقول لك ان دايما على عكس ما الناس فاهمه، ان الناس اللي بتدرس سكيورتي دي هي اقل ناس عرضه للهاكينج. انا عايز اقول لك ان تقريبا ما فيش حد في التراك بتاع السايبر سكيورتي مهما كان هو مين، والناس الكبيره والتقيله قوي هتلاقي ان هم ليهم مواقف في يوم من الايام اتعمل لهم هاك. فخليني اقول لك على موقف من المواقف اللي حصلت معايا، هو موقف من مواقف كتير، خلي بالك مفيش حد بيتعلم الحاجات دي ببلاش. كنت عايز انزل انتي فيروس بدون ذكر اسم الانتي فيروس ده، لكن هو كان بيشتغل بالتكنيك بتاع الفريزنج وكان كويس جدا جدا جدا. وكان ساعتها معيش الفلوس اللي انا اقدر اشتري بيها الويب سايت ده او الابلكيشن ده بشكل رسمي. فقعدت ادور شويه على الكراكس بتاعته وهكذا. طبعا كانت الحمايه بتاعته قويه جدا، وما كانتش ليه كراكس كتيره، وكان صعب قوي ان انت تلاقي له كراك، على عكس في دلوقتي حاجات كتير قوي ممكن تلاقيها على مواقع زي جيت انتو بي سي وما الى ذلك. هي ممكن يكون في ثقه شويه بحكم ان ناس كتير استخدمت المواقع دي، لكن خلينا نقول ان انا ما اقدرش انصحك بحاجه زي دي لان هي مش مضمونه. فانا قعدت ادور شويه، فكان ليا شويه مصادر ديب شويه كده اقدر ان انا اجيب منها الكراك اللي انا عايزه،
كنت فاكر ان انا كده شاطر قوي. رحت جبت الانتي فيروس ده ونزلته عندي، حلو وشغال والدنيا جميلة قوي. اول يوم ما حصليش حاجة، بس تاني يوم انا بفتح اللابتوب مرة واحدة، قاعد كده اهو بتفرج على الفايلز بتاعتي وهي بتتحول من فايلز لتكست دوكيمنت فاضي. لك ان تتخيل شغل مثلا سنين انت قاعد بتتفرج عليه بيتلاشى قدام عينك، وكل اللي انت عايز تعمله انت عايز تاخد ردة فعل، عايز تلحق ما تبقى، عايز توقف الباور عن اللابتوب، عايز تقفل النتورك اللي انت مشغلها، عايز تعمل انت في حاجات كتير محتاج تعملها في اللحظة دي. ومهما عملت ففي الأغلب عمرك ما هتكون أسرع من سوفت وير شغال عندك على الجهاز. مهما كنت شخص سريع عمرك ما هتقدر تكون أسرع من سوفت وير شغال. فللأسف المرة دي أخدت واحد من أوحش الفيروسز اللي ممكن تعدي على حد في الدنيا، وهو الرانسوم وير. فده كان جاي لي من أنتي فيروس، وما جاليش من اول يوم. يعني هو الشطاره بتاعت الشخص ده ان هو ما يخليش الانتي فيروس ده يشتغل معاك، ما يخليش قصدي المالور بتاعه ده يتعمل له اكسبلويت في اول يوم. ان هو لا، يستنى ليه كاونتر غالبا جوه الابلكيشن، بعد ما الكاونتر ده بيخلص بيبدا ان هو يشغل السوفت وير بتاع الرانسوم وير. فما تثقش في اي حاجه كراك، ابعد عن الكراكات على قد ما تقدر. انا عارف ان فكره ان انا اقول لك ما تستخدمش كراك في المطلق دي تكاد تكون مستحيله، لكن حاول على قد ما تقدر تستخدم الكراكس في الحاجات اللي هي خلاص انت فعلا مضطر لها. وحاول ان انت تست السوفت وير ده على فيرتشوال ماشين مره واثنين وثلاثه قبل ما تستخدمه عندك على الحاجات الاساسيه. حرفيا مثال على المينتيننج اكسس. هو خلاني اخد الثقه، بعد كده قام جاي مدمر لي كل حاجه. بس طبعا الكلام ده كان من سنين، والحمد لله الواحد بيتعلم، فاقدر ان انا اقول لكم ما تستخدموش كراكات. بص هقول لك على حاجه، الرانسوم ويرز ليها انواع كتير جدا. باذن الله لما نبدا ندرس مع بعض الانواع بتاعه الرانسوم وير هتفهم كل واحد شغال منهم ازاي. ساعتها هتقدر تحدد الرانسوم وير ده ليه علاج ولا لا، لان في انواع منها بتتعالج وفي انواع منها صعب ان انت تعالجها. ومهما كان النوع ده صعب هو عادي ان انت تعالجه، لكن الفكره في التكلفه بتاعه علاجه. يعني احيانا الرانسوم وير ده بيروح لشركات، الشركات دي الداتا اللي عندها قد تكون بالمليارات، هو ما عندوش مشكلة ان هو يدفع مليارات اكتر منها عشان يرجع الداتا، لانه عمره ما هيقدر يريستور الداتا دي بطريقة تانية. لكن في الوقت اللي انا بتكلم فيه ده انا كنت لسه في بداية حياتي، كنت لسه الداتا اللي عندي مش مهمة قوي للدرجة. فكان بالنسبة لي انا لا، عمري ما هروح ادفع مبالغ كبيرة عشان ارجع الداتا دي. فكان الحل ان انا ابدا اجيب الداتا من الاول وجديد، والموضوع مشي عادي يعني. في اي اسئلة تانية ولا تطلع البريك دلوقتي؟ عموما انا الناس الاكتف اللي معايا في السيشن انا واخد بالي منهم، في ناس اكتف من السيشن اللي فاتت انا فاكرهم. فالناس دي باذن الله ليهم جيفت مني في اخر اليوم. البريك هيكون امتى؟ احنا معانا 10 دقايق باذن الله بريك، يعني لو طلعنا الساعه 11 يبقى الساعه 11 و10 نكمل السيشن بتاعتنا. خلاص اللي باقي لنا حاجات بسيطه ولذيذه باذن الله تخلص على طول. انا والله لو عليا كان نفسي اقعد معاكم وقت اكبر بكتير من كده، وباذن الله نحاول نعمل ده الفتره الجايه، ونظبط مع بعض ميتنج واثنين وثلاثه واشوفكم كتير قوي. وهحاول على قد ما اقدر باذن الله ان انا افيدكم باكبر قدر انا هقدر اعمله، وباذن الله مش هتكون اخر مره. طيب نطلع البريك دلوقتي باذن الله 10 دقايق ونكون رجعنا تاني.
يلا بينا يا شباب. سارة اللي لسه عاملة جوين من كام ثانية دي، عايزك بس تبعتي أي مسج جوه الشات بتاع الميتنج. سارة لو سمعانا ابعتي أي مسج في الشات بتاع الميتنج هنا. طيب، يلا نكمل كلامنا بإذن الله، وخلينا نتكلم عن الهاكينج الخاصة بالواي فاي. خليني أظبط بس حاجة كده. طيب، خلينا نتكلم عن الواي فاي هاكينج، ونتكلم عن أشهر 3 أتاكس بتحصل على الوايرلس عموما. خلينا نتكلم عن الوايرلس، اللي دايما لما بتكتب وايرلس اتاكس تلاقي كل الفيديوز بتتكلم عن ايه؟ عن الواي فاي هاكينج. ازاي تجيب باسورد الشبكة اللي فوقيك، ازاي تجيب باسورد شبكة معرفش مين، ازاي تستخدم ابلكيشن دبليو بي اس وتجيب الباسورد بتاع الواي فاي، ازاي تعمل كذا. كلها مرتبطة بحاجة واحدة بس، ألا وهي ايه؟ الواي فاي هاكينج. طب هل ده حقيقي؟ بكل تأكيد لا. الوايرلس اتاكس ده مجال كبير جدا، ده مجال فيه دراسات ممكن تقعد تدرسها سنين كتير قوي من حياتك ومش هتخلصها في الاخر. خلينا نتكلم ان الوايرلس ده بنستخدمه في الموجات الخاصة بالراديو، بنستخدمه في الموجات بتاعة اللاسلكي، بنستخدمه في الواي فاي، بنستخدمه في اللاي فاي، ان في حاجة احدث من الواي فاي اسمها اللاي فاي. بنستخدمه في البلوتوث، بنستخدمه في حاجات كتير قوي وايرلس. تمام. فكل دي حاجات ليها سكيورتي خاصة بيها وليها اتاكس خاصة بيها. مش عارف حد فيكم شاف حاجة زي دي ولا لأ، لكن من ضمن الحاجات المشهورة التانية خلينا نتكلم عن البلوتوث سبامينج. ايه البلوتوث سبامينج ده؟ ده حد بيروح يجيب تارجت معين فاتح البلوتوث بتاع التليفون بتاعه، ويقوم جاي باعت له حاجه اسمها ماس ريكوست. ماس اللي هي الكميه من الريكوست، فبعت له ماسس كبيره قوي من الريكوستس دي. فتعمل ايه؟ تبدا تظهر له كل شويه نوتيفيكيشن لمثلا ايربودز عايزه تعمل بير، لتليفون تاني عايز يعمل بير، لكذا عايز يعمل بير، ويبدا يجي له نوتيفيكيشنز كتير جدا لدرجه ان التليفون بتاعه ما بيبقاش قادر ان هو يعمل له اكسس، وبيبقى عمال بيحاول عمال يدوس اوكي 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 كنسل معرفش ايه. هو عمال بيحاول ان هو يكنسل الريكوست دي، لكن انا ببقى باعت له كميه كبيره جدا لدرجه بتخليها يعني مزعجه انه يقدر يستخدم التليفون بتاعه. طبعا فين وفين لحد ما بيقدر ان هو يقفل البلوتوث، وبعد كده الاتاك ده بيقف. تمام. ده واحد من اتاكس كتير جدا ممكن تحصل من البلوتوث. بلوتوث بس، انا مش بكلمك عن الوايرلس اتاك بشكل عام، انا بكلمك عن ان البلوتوث بس لوحده
في اتاك زي ده وغيرهم كتير على البلوتوث، في اجهزه بيتعمل لها هاكينج من خلال البلوتوث. كل الناس تلاقيها عمال يكلمك انا لو عرفت الاي بي بتاعك انا هعمل فيك كذا وكذا وكذا. ملهاش دعوه بالاي بي، ليها دعوه بان انت فاهم انت بتعمل ايه. انا ممكن اعمل لك هاكينج من خلال البلوتوث، انت بعيدا كل البعد عن الواي فاي، وبعيدا عن الاي بيهات والنتوركينج والكلام اللذيذ ده كله. تمام. طيب يبقى احنا نركز قوي ان الوايرلس اتاكس حاجه والواي فاي اتاكس حاجه تانية خالص. بما ان الواي فاي اتاكس هي الاشهر والاكثر طلبا في ان احنا نتكلم عنها، فانا اتكلمت عنها النهارده، وخلينا ناخد كام اتاك منهم كده اهو ونشوف هو شغال ازاي. خلينا نتكلم عن ال WPA Handshake أو ال 3 Way Handshake أو أيا يكن هتسميها إيه، هي اسمها WPA Handshake، ده المصطلح الأساسي بتاعها. تمام؟ طيب دي بتشتغل إزاي؟ خلينا أفهمك في البداية. أصلا أنت بتعمل كونكت على شبكة الواي فاي بتاعة بيتكم إزاي؟ ده هيخلينا نبدأ من بوينت مهمة قوي، وبوينت فيها جدالات كبير جدا على السوشيال ميديا، وهي المونيتور مود والمانج مود. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ وليه تلاقي في ناس عمالة تسأل، وده سؤال اتسأل لي كتير قوي على الفيديو اللي انا كنت نزلته عندي على التيك توك بتاع الديفايس الاورنج باي زيرو. ناس كتير كانت عمالة تكلمني عن ان التي بي لينك الفيرجن 1 هو الفيرجن 2 3 ينفع اشغلهم؟ طب هو معرفش ايه. في اسئلة كتير جات لي. للاسف حتى لما بصيت كده بصة على الناس اللي متكلمة عن التوبيك ده، لقيت للاسف ان في ناس متكلمة كتير لكن متكلمة بدون بيز علمي سليم. بمعنى هو بيقول لك اه لا ده فيرجن 2 ما تنفعش عشان انا هعمل بيها واحد اتنين تلاتة، وهي ما بتدعموش، او المونيتور مود مش هيشتغل معاك صح، او هي ما بتدعمش المونيتور مود، او كذا او كذا. خلينا نفهم الاول اصلا ال 3 واي هاند او الكونكشن بتاعك ما بينك وما بين الواي فاي بيحصل ازاي. بعد كده نرجع لجزئيه الادابترز دي وازاي تنقي الادابتر اللي انت عايزه. اول حاجه، انت لما بتيجي تعمل كونكت على شبكه الواي فاي بتبعت ريكوست. تمام. الريكوست ده بتطلب فيه ان انت تاكسس، وبتحط من ضمنه اليوزر نيم والباسورد اللي انت داخل بيه. جميل. بعد كده بيبدأ ان هو يتشيك هل البيانات دي صح فعلا ولا لا. بعد كده يبدأ يرد عليك بال الكونكشن بتاعتك، فتبدأ ان انت تبدأ تروح تديله الباكتس اللي انت عايز تستخدمها، وتبدأ استخدامك للإنترنت بشكل طبيعي عادي جدا. طبعا الموضوع بالتفصيل مش هعرف اشرحه لك برضو في الوقت اللي فاضل لنا، احنا ما بقالناش اهو غير 10 دقايق ربع ساعة. لكن خلينا نقول ان هو في تفاصيل كتير قوي ممكن ان احنا نبقى نتكلم عنها باذن الله لوحدها. يعني ممكن انزل لكم فيديو عن كل اتاك من الثلاثه دول. جميل. طيب دي الطريقه اللي بيحصل بيها كونكشن ما بيني وما بين الواي فاي. ان الواي فاي بيبعت الداتا بتاعته في العامه كده يقول لي انا موجود، فانا ابدا اشوف من الحاجات اللي حواليا كتير او الناس الكتير اللي حواليا عماله تقول لي انا موجود دي مين الشخص اللي انا عارفه، فابدا ان انا ابعت له البيانات بتاعه الوصول اللي انا المفروض اخد بيها اكسس عليه، فيبدا يبعت لي الموافقه. طيب شايف بقى الريكوست اللي فيه بيانات الوصول بتاعتي؟ هو ده اهم ريكوست في الليله. انا بحاول اعمل له كابتشر. يعني ايه كابتشر؟ يعني بحاول ان انا اصوره او اخد له نسخه كده عندي. تمام. فهي دي فكره ال WPA handshake، وان انت ازاي تقدر توصل للريكوست اللي فيه البيانات بتاعه الاوثنتيكيشن او بيانات الوصول او ايا يكن انت هتسميها ايه، ليها مسميات كتيره. طيب بعد كده بعد ما اعمل لها كابتشر، طبعا مش هتكون كلير، مش هتلاقيها تكست كلير، لازم تبدأ تعمل لها كراكنج. زي ما اتفقنا من شوية، فاكرين لما قلنا ان الهاشنج بيتعمل له هاش كراك؟ فانت بتروح تعمل له هاش كراك على حسب الباكت اللي جات لك من الهاند شيك اللي انت عملت لها كابتشر دي، وبتقدر توصل للباسورد الخاص بالشبكة. حاجة زي دي بإذن الله نعملها عملي برضو مع بعضينا عشان تشوف برضو وتفهم الموضوع أكتر بيكون ماشي إزاي. طيب عندي طريقة تانية، طريقة بتوفر عليا شوية مجهود ووقت. ايه هي؟ الايفل توين اتاك. تمام. او خلينا نقول الايفل توين تاور اتاك.
ده اسمها المعروف والصح. تمام. او مش هنقول الصح، الاتنين صح طبعا، لكن خلينا نقول الاشهر اللي هو التوين ايفل تاور. وهو زي ما بيقولوا كده عبارة عن برجين، برج كويس وبرج شرير، عشان كده سموها اصلا الايفل توين اتاك. الشخص الشرير ده بيبدأ يعمل لي نقطة وصول. خلينا نقول ان الواي فاي ده ممكن نقول عليه نقطة وصول عشان نعرف نشرح براحتنا. فهعمل نقطة وصول جديدة بنفس البيانات بتاعة نقطة الوصول اللي معمول لها سيف عندك او اللي انت اصلا عارفها. تمام. وبعد كده هقول لك ان انت ما تقدرش تعمل كونكت على الشبكة الأساسية، همنعك من ان انت توصل لها. همنعك ازاي؟ دي طرقها والتكنيكس بتاعتها مختلفة شوية، فخلينا ما نخشش في الديتيلز دلوقتي، انا عايز افهمك الكونسبت الاول. طيب بعد كده بقوم جاي عامل لك شبكة تانية بنفس الاسم بنفس كل حاجة، فتيجي تحاول ان انت تكونكت عليها، فتبعت لي البيانات، فاخد منك البيانات. او الحاجة التانية ان انا اخليك تخش عليها وتعمل اكسس، ومن الاكسس ده انا اقدر اعمل حاجات كتير قوي عندك على الديفايس. فاكرين ده كنا قلنا عليه ممكن يتعمل بديفايس ايه؟ مم. اللي هيجاوبني على السؤال ده تحديدا ليه جيفت بعيدا عن كل الناس. قلناها المرة اللي فاتت لما فتحت لكم ديفايسز كتير. كان انهي جهاز اللي اقدر اعمل بيه شبكة واي فاي وهمية عشان الشخص ده يجي يخش عندي فيها فابدا اعمل عليه اتاكس؟ مم. طيب انا هسألك على حاجة يا ألفت، انت قصدك تقولي الباينابل واي فاي اللي هو كان عليه انا ناسا؟ يعطيك العافية. اتفضلي قولي لي. هو ده. اللي هو الواي فاي برنسبل، كانت في شيء من ضمن الأجهزة اللي حكيت لنا عنهم امبارح، اللي هو ماشي. كان بعد اللانترتيل. ايوه ايوه هو ده. الديفايس ذات يس. نفسه هو اصلا الشركه اللي عاملاه مطلعه له براندنج كده اهو اسمه باينابل واي فاي. حتى هتلاقي ان هم حاطين عليه صوره الباينابل اللي هي الاناناس. ماشي. عايش جدا يا ألفت. عموما انا مبسوط بيكي جدا من السيشن اللي فاتت، وانا شايف ان انت اكتف قوي معايا، فباذن الله ليكي جيفت سبيشال قوي خاصه بيك انت. تسلم تسلم، الله يسعدك. طيب خلينا نكمل. كده انا عرفت الايفل توين اتاك بيتعمل ازاي. طبعا مش شرط الجهاز ده، زي ما اتفقنا المره اللي فاتت الاجهزه دي ممكن نعمل لها كرييت او نستخدم الفيتشرز بتاعتها بطرق تانية مختلفه كتير جدا. فكره ان يكون في جهاز مخصص للحاجه ده بس بيسهل لي شويه حاجات وبيوفر عليا شويه خطوات، لكن في الاساسي انا مش محتاج ان انا اروح اشتري الجهاز ده عشان اعمل الاتاك اللي انا عايزه. تمام. وباذن الله برضو هحاول ان انا اعمل معاكم الاتاك ده هو كمان. خلينا نتكلم عن الدي اوثنتيكيشن اتاك، وهو حقيقي مش اتاك خاص بان انا اخش اخد اكسس على الشبكه. بالعكس، هو مسؤول عن ان انا ما اخليش حد ياخد اكسس على الشبكه. ايه ده؟ البوينت دي انا مش فاهمها، ممكن توضحها لي اكتر؟ فاكرين لما قلنا ان انا بعمل حاجه اسمها ماس ريكويستس في البلوتوث عشان اخلي الشخص مش قادر يستخدم البلوتوث بتاعه او حتى مش قادر يستخدم الجهاز كله من كتر النوتيفيكيشن؟ انت لما بتيجي تتعامل مع الواي فاي، الواي فاي بتبدأ تتعامل معاه بالريكوست والريسبونس. انا ببعت ريكوست يتعمل لها بروسيسنج وتخلص لي كل الطلبات بتاعتي ويرجع لي الريسبونس بتاعي. تمام. فبفضل ماشي هكذا ريكوست ريسبونس ريكوست ريسبونس. فدي كلها عبارة عن يعني باكيتس بتتبعت. طيب خلينا نقول ان مثلا ممكن شخص منكم يقدر يسمع لشخص، او ممكن يسمع لشخصين، ممكن ثلاثة. مش هيبقى مركز قوي وهيبقى حاسس انه بدأ يصدع، بس تمام.
طب جرب كده تخلي 10 يكلموه في نفس الوقت، مستحيل يقدر يجمع الكلام بتاعهم كله. طب لو خليناهم 20 واحد بيكلموه في نفس الوقت، غالبا من كتر الصداع اصلا مش هيقدر يسمع ولا واحد فيهم. طب لو خليتهم 100 واحد بيكلموه في نفس الشخص في نفس الوقت، هتلاقيه مرة واحدة انفجر بالزعيق كده اهو، هو مش قادر يسمع حتى كلامهم، الكمية كبيرة قوي عليه. وده بالظبط اللي انا هعمله مع الشخص، ان انا هروح لشخص معين، ابدا ابعت له كميه من الباكتس كبيره جدا وورا بعضها بسرعه 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 بسرعه، لدرجه ان هو ما يقدرش يبعت ريكوستات لحد تاني، ولا حتى الشبكه اللي هو كان كونكتد عليها. يعني هو يبقى كونكتد بالشبكه والنت شغال ومفيش اي مشكله، مره واحده يلاقي نفسه اوفلاين، مره واحده يلاقي نفسه مش عارف يكونكت على نفس الشبكه. تمام. فدي كلها طرق بنعملها عشان اقدر ان انا اخلي الشخص ده يخرج من الشبكة بطريقة الدي اوثنتيكيشن. طيب باشمهندس، انت كلمتنا عن الثلاثة اتاكس، وقلت لنا الواي فاي اصلا احنا بنعمل كونكت ازاي، لما قلت لي ان انا بروح ابعت للشخص اللي متسجل عندي بياناته او الاوثنتيكيشن بتاعته معايا الريكوست اللي فيه البيانات دي عشان اخد عليه اكسس. فهمني بقى بجد، المونيتور والمانج مود ايه الفرق ما بينهم؟ المونيتور، او خلينا نبدا بالمانج، اللي هو الديفولت بتاعتك، وهو ايه؟ ان انا عندي قادر اشوف الشبكات اللي حواليا، الشبكات اللي حواليا انا شايفها اهي، لكن ما اقدرش ان انا اشوف البيانات اللي بتتبعت ورايحه وجايه منها. مش شايف مين بيبعت لها وهي بتبعت لمين، مش شايف اجهزه التليفونات اللي حواليا، كل الريكوستس دي انا مش شايفها ومش مطلع عليها. تمام. دي كده المانج. انا ما اقدرش اتكلم مع شبكه الا لو انا معايا الاوثنتيكيشن بتاعتها، او كده كده مش هقدر اتكلم مع اي شبكه في المونيتور مود غير لو معايا الاوثنتيكيشن بتاعتها. لكن على الاقل هكون قادر ان انا اشوف الاشخاص اللي قاعدين بيحاولوا يكلموها. طبعا الكلام مش هيكون كلير وهيكون معمول له هاشنج، لكن هيكون في كلام رايح جاي قدام عيني. تمام. دي الفكره بتاعت المونيتور مود، ان انا مش بس بسمع للشبكه اللي انا فيها، لا انا بسمع لكل الاشارات اللي حواليا. ما هو انت خلينا واقعيين، الناس دي بتكلم الشبكات ازاي؟ بشويه ويفز في الهواء ماشيه، صح؟ او بلاش نقول في الهواء عشان هي ما بتكونش ميكانيكيه، في شويه ويفز ماشيه هو قادر ان هو يتواصل بيها. تمام. فانا ببدا ان انا اشوف كل الويفز دي عشان ابدا ان انا اخد منها المعلومات الاساسيه البابليك. طبعا المعلومات السنسيتيف بيكون معمول لها انكريبشن، وهو ده علم الوايرلس سيكيورتي. بكده بتكون باذن الله اتكلمنا عن كل البوينتس اللي اتفقنا نتكلم فيها في البوت كامب. انا عارف ان الناس نفسها تعرف حاجات اكتر بكتير وتاخد ديتيلز اكتر بكتير، وانا والله نفسي اقعد معاكم اكتر من كده بكتير قوي. وزي ما اتفقنا بإذن الله نحاول نظبط تاني وتالت ورابع نكون مع بعضنا، وانا طول الفترة الجاية دي لحد ما نقعد مع بعض تاني هحاول على قد ما اقدر ان انا انزل لكم فيديوز كتير ابدا ان انا اشرح فيها الحاجات دي بالتفصيل. في منها هتكون فيديوز بسيطة وخفيفة تسمعها على الشورتس او التيك توكس، لكن في فيديوهات هبدا انزلها لكم ريكوردد طويلة بشرح فيها المواضيع بالديتيلز بتاعتها بازاي ان انت تعملها بايدك، ودي هنزلها لكم باذن الله على اليوتيوب. لحد هنا، لحد التوبكس اللي احنا اتكلمنا عنها، هل في حد في حاجة معينة مش قادر يفهمها أو في حاجة عايز يسأل عنها أو كده، سواء النهاردة أو امبارح؟ في أي أسئلة عند الشباب؟